تعالوا نشوفوا الفيديو مع بعض. طبعا انتوا عارفين حكايتي مع ام ميسة، ليه حكايتي مع الزمان. اول حاجة عايزة اقول ان انتي يلي قاعدة تحسدي، ويلي روحتي عملت سحر من 26 سنة، وفكيت لبنتك بسمة دي اللي كانت عايزة تتجوز بعد الكلية، وقعدت فترة، وقلت لماما لأ، ازاي بنتي هتقعد الفترة دي كلها؟ انا اروح مع ام عبده ودحروج عشان نفك للبنت. اتفكت، اتساعدت، ركبت عربية، ربنا يسعد عباده، ماشي، قدر، نصيب، مكاتيب، كله جميل قوي، كلام حلو قوي. بتكلم انا دلوقتي على رصدك للدار، بتكلم على سحرك، بتكلم على حسدك، بتكلم على ان ده جوز بنتك التاني جاي. اي طلب بتروحي معاه بيقضيلك طلباتك، احمدي ربنا على النعمة دي، احمد ربنا على نعمة جوز البنت المحترم او رجل صالح، احمد ربنا على ان عيالك حواليكي، احمد ربنا على النعم. فواحدة غيرك تقعدي تعيدي حساباتك مع نفسك في الشهر الفضيل دهوت، وتقولي كفاية حسد عليهم كده، كفاية تدمير حياتهم. كنت كل ما اجي من السفر انا وجوزي وعيالي تطلعي تجري تشوف الاخبار بالتفاصيل كلها، عشان تروحي تنقليها لأم عبده اللي هي تروح توديها للساحر عشان ينشط سحر الطلاق وسحر المشاكل وخراب البيوت. وكنت بتتشفي في في ماما الله يرحمها وهي بتعيط عليا، كنت بتتشفي في عدم السعادة، كنت بتتشفي فينا. ربنا قاعد يديكي بايدين الاتنين. انا بس عايزة الصورة، عايزة تشوفوا حاجة في الصورة، حاجة معينة، وهي ان العيال امبارح او حفاتها شربوا كنز، راحت معلقة الكنز اهي. في حد يعلق كنز اهو، والغطس ازرق، وكانت قبل كده معلقة، انا وريتكم كان منصور جوز ميسة معزوم عندها اول يوم، وكان معلقة الهريسة او علبة الكنافة. عمري ما شفت ولا هشوف كمية عقد بشعة للدرجة دي في الشارع. معلش هثبت الصورة بس عشان انا كل يوم العقد دي بتزيد او بتقل، بينضاف عليها ازازة او علبة او كرتونة كنافة. كل ده ما يلزمنيش طالما لو انتي بتكفي اذاكي عننا. زي جارتنا قلنا اللي ماتت دي الله يرحمها، اللي جنبها دي كانت محترمة، ولا بتحسد حد، ولا بتربط عقد في عين حد، ولا بتحسد ولا بتحقد ولا بتراقب ولا اي حاجة خالص. لكن انتي اقفي كده في كمية العقد اللي حواليكي وانتي واقفة، يا شيخة اتقي الله في العلب اللي انتي قاعدة تتعلق دي، اتقي الله في اللي عملتيه فينا، اتقي الله في الدمار اللي حل على الدار، الاب والام والاخ والعيال. ارحمي شوية، حرام عليكي، ارحمي، حرام عليكي شوية، اتقي الله، مستفردة بيا وبعيالي اما بيجوا من السفر. اتقي الله في الشهر الفضيل، يا رب هاتلي حق منها، وكل من ظلمني الصورة تتحدث عن نفسها. تعالوا بقى نشوف ربنا اداكي السعادة، اداكي العربية، اداكي الأحفاد، مفيش حد جاله سرطان، مفيش حد اتطلق زي ما انت طلقتينا، مفيش حد عليه ديون، مفيش حد بيتعارك مع حد. بنت ميسة مروة اتجوزت وخلفت 2، يعني شفتي أحفادك وأحفاد أحفادك، كل دي نعم. والأصول تقولي وأما بنعمة ربك فحدث، تحدثي نفسك كده ما تعبتيش. ما جالكيش سرطان وكنتي قاعدة بتضحكي وماما طالعة بالإسعاف وقاعدة شمتانة انت وعيالك يضحكوا، والراجل بتاع عربية الإسعاف قال مين الست اللي قاعدة بتشمت دي؟
هل في الشارع كلته حد عامل عقد زي كده؟ هل في فجور وعصيان ونقوله ايه كمية أذية بالشكل ده؟ مفيش. هل انت بتحمدي ربنا على نعمك؟ لا. هل بتعيدي حساباتك؟ الشارع كله متبه لحاله، اللي بيطبخ، اللي بيغسل، اللي انت دلوقتي عيالك واحفادك حواليك بيقضولك طلباتك، مش هقول بقى الحمد لله اللهم دمها عليا نعمة يا رب؟ كفاية تستغفري ربنا تقربي؟ ولا حاطه السم بتاعك في جسمنا لحد امتى؟ طبعا انا بتكلم لاني مأذية، بتكلم لاني انت بترصديني، بتكلم لانك انت مش رحماني، بتكلم لانك انت ما بتكفيش اذاكي عننا، عن البيت عموما، ما بتشبعيش، غل جواكي وحقد بياكلك سنين دي كلها. فربنا اراد اللي انا اكشفك بعد السنين دي كلها، خاينة العيش والملح، خاينة اللي ما تمرش فيكي الشوكولاتة زي ما بيقولوا، ما تمرش فيكي العشرة الطيبة. عشان بس محدش يا جماعة يقولي انت بصلهم، الموضوع مش بص، الموضوع ان دي واحدة اذتنا 26 سنة حسد وسحر مكملة لحد اللحظة اللي بكلمكم فيها دلوقتي، واقفة عادي. طالما بقى احفادها يعني هي بتبقى كويسة قوي قدام جوز بنتها والحاجة بقى راحت، الحاجة جات، اول ما يسافروا بترجع ريمة لعادتها القديمة من الغباء والحقد والغل والمراقبة. انا بتكلم لاني ان الله لا يحب الجهر بالسوء الا من ظلم. طالما في ظلم تتكلمي، لكن اقول والله ده اتقت ربنا، ده خدت جنب، ده عادت حساباتها، ده قالت يا ريتني، انتي مش كده. هتفضلي كده لحد امتى؟ مش عارفه. هتفضلي يعني بصحتك العمر؟ انت دلوقتي ماشيه بتعرجي، احمدي ربنا ان انت احسن من غيرك، المستشفيات مليانه بلاوي. احمدي ربنا النعم دي كلها. عندك كام حفيد واحفاد الاحفاد؟ ميسة معاها 4 عيال، بسمة 3 عيال، دعاء 3 عيال، بت بت ميسة مروة خلفت ولد وبنت، بت ميسة اللي مش عارفة اسمها ريم ولا اسمها ايه مخلفة ولد وبنت. قبل كل ده فين علاقتك انت مع ربنا؟ ربنا قاعد زرع فيكي بيفرعنك، وانت يا شيخة ما راضية تتلمي، ولا في رمضان ولا في شعبان ولا في شوال. السم لبده في جسمنا وعينينا، حرام عليكي. حسبنا الله ونعم الوكيل بحق اليوم المفترج ده يوم الجمعة، وبحق ما سرقتي مننا أجمل 26 سنة من السعادة من البيت. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي.